أكيد كلنا قابلنا في حياتنا شخص بيحب نفسه زيادة عن اللزوم، شايف إنه دايما صح والباقي غلط ومفيش حد زيه. الشخص ده غالبا بيكون نرجسي، والنرجسية دي مش بس حب الذات، ده أسلوب بيحسسك من خلاله إنه محور الكون. هتحس معاه إنك عايش في فيلم وهو النجم، هو البطل وإنت الكومبارس الصامت. أهم العيوب اللي موجودة في الشخص النرجسي هي الأنانية، بس أنانية دموية شوية، لأنه مش أناني بمعنى الطماع اللي عايز كل حاجة لنفسه. ده بيستمتع وهو بيلعب على أعصابك ونفسيتك علشان يوصل للي هو عايزه. ولو جيت للحق دي جريمة بصراحة. الشخص النرجسي بيحب نفسه بشكل جنوني ومركز اهتمامه هو نفسه. الشخص النرجسي مش بيفهم يعني ايه مشاركة ومشاعر أو اهتمام، بيحب يتحكم في أبسط الأمور. لو كنت معاه في علاقة هتلاقيه دايما بيحاول يسيطر على تصرفاتك أو حتى على طريقة تفكيرك، وعايز يلغي وجودك تماما. لو حاولت تعبر عن رأيك أو اعترضت على حاجة هو عملها بتبقى أكنك اتجننت وجنيت على نفسك كمان، وهتطلع أنت اللي غلطان، وزي ما بيقولوا هيقلب الترابيزة عليك ويضربك بيها لو قدر كمان. العلاقة مع الشخص النرجسي مرهقة جدا، هتحس طول الوقت إنك بتقدم وبتضحي ومفيش تقدير. هو أصلا مش مقدرك، هو أصلا مش شايفك، وده بيخليك في الآخر تشك في نفسك وتستنزف طاقتك وتبقى مضروب في الخلاط. لو لقيت نفسك في علاقة مع شخص نرجسي اخلع، اجري، علشان مش هترتاح، لأنه مريض بمرض ما بيخفش بالأدوية. ده مرض محتاج إن الشخص نفسه يعرف إنه مريض بالنرجسية وحب الذات المبالغ فيه. لو عرف كده ممكن يخف. يعني المرشد النفسي أو الدكتور النفسي مش هيقدر يساعده لو هو مش هيساعد نفسه. وعلشان أنا أساعدك ممكن أنصحك إنك تعمل حاجتين أو حاجة من الاتنين معاه. إما تقطع علاقتك لو تقدر وتجري وتريح نفسك، أو تعمل عكس اللي هو متوقعه. يعني لما يفضل نفسه عنك في موضوع أو موقف ما تسكتش، دافع عن وجودك ودافع عن نفسك، وعرفه إن أنت موجود وتستاهل. لما يتكلم في موضوع ويأكد إن رأيه صح رغم إنه هو غلط، قول له لأ أنت غلط، وقول له إنك معترض وما تسكتش. وبكده هتعمل له صدمة ورد فعل هو مش متعود عليه ولا متوقعه أساسا. لو فاق كان بها، لو ما حصلش انسى الموضوع. ولو ما عملتش اللي بقولك عليه يبقى ذنبك على جنبك. خلي بالك، أكتر حاجة هتفوق النرجسي إنه يتصدم. لو لقى نفسه مع شخص متعود يحسسه بنفسه وفجأة الوضع اتغير بيتصدم وبيتبرجل، ودي أحسن طريقة تاخد بيها حقك منه وتخلص. من الآخر، هيتنرجس عليك اتنرجس عليه، ما هو مفيش حد أحسن من حد، وهي مش ناقصة أمراض أساسا. وقول له يا نرجسي يا نوتي. هذه رسالة موجهة